السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. رمضانكم مبارك سعيد. كنتمنىكم تكونوا كدوزوه في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفات جديده. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم 3 ديال التحليات وحده تنسيك في الاخرى كيف ما كنقولوا، وغير بمكونات بسيطه ساهلين ودغيا كيوجدوا. باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير، وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي. ضغطوا على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو، وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. اول وصفه غادي نحتاجو فيها الفريز دابا هذا هو وقته موجود. غادي نديرو في واحد الكاسرون، كنديرو عليه 3 ديال المعالق ديال السكر على حسب الكميه، وواحد ربع كاس ديال الماء، وكنوضعوه على عافيه اللي تكون مهيله حتى كيولي لينا على هذا الشكل. كيولي فحال مربى، فحال كونفيتور ديال الفريز، كيبقاو دوك القطع ديال الفريز باينين. ناخذ كاسرونه اخرى غادي نديرو فيها نصف لتر ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر، كيس ديال فلون ديال الفريز، تقدروا تضيفوا حتى النكهه ديال الفريز. وغادي نضيف 3 المعالق ديال الدقيق الابيض. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم ونشعلوا عليهم النار، ونخليو هاد الخليط فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيعقد. على هاد الشكل هذا ما توقفوش نهائيا على التحريك باش ما كيتحرقش لكم من الاسفل. صافي مباشره غادي ندوزو باش نخويوه في الكويسات ديالنا. من بعد غادي ناخذوا اي كؤوس اللي غادي نقدموا فيهم هاد التحليه. كنديروا الطبقه الاولى ديال الفلو، كنخليوه واحد 2 حتى ل3 دقائق غير كتشد راسها شويه. موراها كنديروا الطبقه الثانيه ديال الفريز، كنديروا من فوقها عاوتاني طبقه ديال الفلو والطبقه الاخيره ديال الفريز. كندخلوهم الثلاجه وكنخليهم حتى يبردوا اقل شيء ساعتين، وكنقدموهم كيجي الشكل ديالهم رائع جدا. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما شدات لي الطبقه الثانيه ديال الفلو راسها شويه غير واحد 5 دقائق فوق سطح العمل، فراها كتماسك. كنوضعوا الطبقه الاخيره ديال الفريز. كتحاولوا تقسموا الكميه ديال الفريز اللي عندكم والكميه ديال الفلو على حسب الكؤوس اللي عندكم. هذا هو الشكل ديال التحليه ديالنا، كتجي زوينه بزاف، لذيذه، والاهم انها اقتصاديه. حقا كنتمنىكم تجربوها، كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للتحليه الثانيه احتاجيت كاس ونصف ديال الحليب، ضفت عليه 2 معالق كبار ديال النشا، وغادي نضيف عليه 3 المعالق ديال السكر سنيده اولا 2 معالق، كيبقاو على حسب الذوق. ضفت عليهم كيس ديال سكر فاني، كنتاسف ما تشدش ليا في الكاميرا ولكن راه ضفتو. كنوضعوا هذا الخليط فوق النار حتى كيتقال وكيعقد مع التحريك المستمر بطبيعه الحال. وفي هذه الاثناء غادي ندوزو باش نحضروا الكؤوس ديالنا. خديت الكؤوس اللي غادي نحضر فيهم اولا غادي نقدم فيهم هذه التحليه، درت فيهم 2 معالق ديال البسكوي اللي طحنته. ديروا اي بسكوي عندكم. غادي ناخذ واحد الكاس اولا اي حاجه اللي تقدروا تقادوا بها السطح ديال هذا البسكوي باش كيجيكم تساوي. حاولت ندير كاس صغر من هذا الكاس اللي قدمت فيه هاد التحليات هادو. من بعد ما تحصلنا على هذا القوام اللي كيكون ثقيل، غادي نضيف عليه دانون بنكهه الفاني. غادي نحركوا هاد المكونات مزيان وغادي نوضعوهم في الكؤوس ديالنا كطبقه ثانيه. كندخلوهم الثلاجه لمده ديال واحد نصف ساعه هكا حتى كيتماسكوا، حتى كتماسك هاد الطبقه هذه. وكندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه.
بالنسبه للطبقه الثالثه احتاجيت فيها كاس ونصف ديال عصير البرتقال، كيس من هاد الفلون العادي ديال الشينوا، تقدروا تستعملوا حتى ديال الفاني. ضفت عليه 3 المعالق كبار ديال السكر ومعلقه كبيره ديال النشا. كنخلطوا هاد المكونات وكنوضعوهم كذلك فوق النار حتى كيغلى داك العصير ديال البرتقال، وكندوزو باش كنخويوه في الكويسات ديالنا كطبقه ثالثه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تماسكات لينا الطبقه الثانيه، غادي نخويو ديك الطبقه الثالثه ديال عصير البرتقال اولا فلون بالبرتقال. كنحاولوا ندير واحد الملعقه هكا باش ما كتشكلش لينا حفره. منين كنخويو هذاك الخليط الساخن فوق الطبقه اللي كتكون بردات، صافي كندخلوهم للثلاجه حتى كيتماسكوا كيشدوا روسهم، وكنقدموهم بالصحه والراحه. كيجي المنظر ديالهم زوين وحتى المذاق. بالنسبه للتحليه الثالثه غادي نحضروها بدون سكر. احتاجيت هنا كميه ديال التمر اللي كيكون هكا معسل، ما يكونش قاصح من الاحسن. خديت 7 ديال التمرات، ضفت نصف لتر ديال الحليب، وضفت عليه واحد الحبه حتى 2 حبات ديال الموز. كنطحنوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. موراها غادي ندوزو باش نصفيو الخليط، حيت ضروري ما كيبقاو داك القشور ديال التمر. صافي هنا وضعته في واحد الكاسرون، غادي نضيف عليه كيس ديال فلون بنكهه الكراميل. كنحركوا هاد المكونات مع بعضياتهم وكنوضعوها فوق النار حتى كيغلى داك الخليط، ومن بعد غادي نخويوه في الكؤوس ديالنا. كانت هذه هي التحليه الثالثه، كتجي زوينه بزاف ولذيذه بدون سكر ومختلفه، والاهم انها اقتصاديه. بنفس الطريقه غادي ندخلوهم الثلاجه حتى كتماسك، وكنقدموها بالصحه والعافيه. بالنسبه للتزيين كيبقى دائما اختياري. قدمتهم بهذه الطريقه، كنتمنىهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. جربوهم حيت كيجيو زوينين بزاف ولذاذ. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. جربوا الوصفات وينجحوا معكم. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفات جديده. باي باي.